الحكومة العراقية تستعد لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي. تحية طيبة لكم متابعين الكرام. إليكم أهم فقرات قانون خدمة العلم أو التجنيد الإلزامي في العراق، الذي يسعى البرلمان العراقي لتشريعه. أولاً، يبدأ التكليف في أول يوم لمن يكمل 19 من عمره. ثانياً، مدة الخدمة 18 شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة. ثالثاً، مدة الخدمة 12 شهراً لمن أكمل الدراسة الإعدادية. رابعاً، مدة الخدمة 9 أشهر لمن تخرج من المعاهد والكليات. خامساً، مدة الخدمة 6 أشهر للحاصل على شهادة الماجستير. سادساً، مدة الخدمة 3 أشهر للحاصل على شهادة الدكتوراه. سابعاً، يعفى من الخدمة كل من لا تتوفر فيه شروط اللياقة. لا يجوز تعيين أو تشغيل أي عراقي بعد إكماله 19 من عمره في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو في القطاع العام أو الخاص أو المختلط، إلا إذا كان قد أكمل الخدمة الإلزامية أو أجل أو أعفي منها. لا يجوز إبقاء أي موظف في عمله إذا أكمل 19 من عمره ولم يلتحق بالخدمة الإلزامية. لا يسمح للعراقي الذي أكمل 19 من عمره ولم يكمل 45 بمغادرة العراق إلا إذا أنهى الخدمة الإلزامية. يكون الراتب الشهري للمكلف عند إيقاف تسريحه مساوياً لراتب المتطوع بحسب رتبته وشهادته واختصاصه. يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تزيد على 1,000,000 دينار كل من تخلف دون عذر مشروع عن الحضور أمام لجنة الفحص عند دعوته. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة كل من تخلف دون عذر مشروع عن الالتحاق بالخدمة خلال 10 أيام إذا كان داخل العراق، و30 يوماً إذا كان خارجه. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على 2,000,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا راجع المكلف المتخلف دائرة تجنيده أو قبض عليه بعد تجاوزه 45. للقائد العام للقوات المسلحة في حالة الحرب أو الطوارئ، وبناء على طلب من الوزير، إيقاف تسريح الخاضعين لأحكام هذا القانون من مواليد معينة لمدة لا تزيد على 1 سنة.